الدعاء هو وسيلتك الوحيدة النهاردة. اختلفت الأقوال عن ليلة القدر، وأقرب الليالي إلى قلبي هي ليلة 27 رمضان. فالليلة دي بالرغم من إن هي عليها أقوال كتير، بس بجد التمسوها أعظم ليلة في رمضان أنا بحبها، وهي ليلة 27. ليه كمان بقى ليلة 27؟ في وعي جمعي أصلا مبرمج على إن ليلة 27 دي هي ليلة القدر. يعني هتلاقي مثلا في أيام رمضان في ناس وفينا، بس يجي الليلة دي بالذات كل الناس بتجري، فالخشوع بيبقى عالي جدا. طيب الخشوع ده هي مرحلة ايه في العقل؟ هي مرحلة ألفا وثيتا، اللي الناس بيقولك بيبقى استقبال عالي جدا جدا للترددات لاستجابة جسمك لأي حاجات إيجابية. في تجارب كتيرة جدا 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 اتعملت على فكرة ان لما يكون بني آدم قاعد مثلا في حالة خشوع لوحده وحالة مجموعة بيبقى في حالة خشوع حاجة تانية خالص. فنصيحة مني النهاردة، تعملوا ايه علشان تكتسبوا كم الطاقة اللي هيحصل في الليلة دي؟ نصيحة مني، تيجوا من بداية المغرب لحد الفجر، هي ليلة والله ليلة واحدة في العمر. هتعملوا ايه؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين. سيبوا كل حاجة في حياتكم، ولا بقى شوبينج عشان العيد مش عارفة ايه، ولا أصل البيت مش عارفة فيه ايه فهعمل ايه. سيبوا كل ده، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. حاولوا تروحي تصلي التراويح لو عرفتي، لو ما عرفتيش في بيتك مش مشكلة، ما عنديش مشكلة. بعد كده أبدأ بقى الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. ادعي ربنا بكل الطرق. رقم 2 وده مهم قوي قوي، ادعي ربنا بالتأمل. بلاش لما تروحي تدعي ربنا بالماديات، ادعيه بحبه وبتنفيذ أوامره. ده مني كلمة ومهمة جدا في الليلة دي، لن يغير قدرك إلا الله. قدرة ربنا مش مقيدة ولا بزمان ولا بمكان، قدرة ربنا ملهاش حدود. روحي لربنا النهارده بقلبك وشوفي ربنا سبحانه وتعالى يعمل معاكي ايه. كل شيء في الكون مكتوب وبقدر، ولكن الليله دي تقدري تعيدي كتابته.